السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ كده في الصينية. احسن من المشوية، اطعم من المشوية واسهل من المشوية، بتاخدش وقت خالص خالص. طبعا المشوية لازم قبل ما نعملها لازم طبعا بنتبلها لمدة يوم كامل، وبعد كده نحطها في الفرن. لا دي بقى في ساعتها كده نعمل لها تتبيلة حلوة وندخلها الفرن على طول. يعني هتقعد بس بتاع نص ساعة، بس نص ساعة وهتلاقي أطعم فراخ وأجمل فراخ. عندي بصلة هنا مبشورة، بالمبشرة، وعليها فلفل أسود، وكمان هحط ملح، حوالي معلقة ونص من الملح كده، وحوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ودي هنا طماطم برضو مبشورة، 3 قطيات أو 3 طماطمات على 4 وراك. خلاص، الأول بقلب البصلة كده مع الفلفل الأسود والملح، وبعد كده هحط الطماطم عليهم. خلاص، طبعا هستنى لما البصلة تنزل ميتها زي ما انتوا شايفين. بس كده، دي تتبيلتها سهلة جدا جدا. وبعد كده هتحطيها في صينية، هتحشي طبعا تحت الجلد. الأول قلبت الطماطم مع البصل اللي هو المبشور، وجبت الصينية دي مش مدهونة طبعا حاجة، كده كده الفراخ بتنزل ميتها وبتنزل طبعا الدهون بتاعتها وكل حاجة. دي بقى ولا وجع قلب ولا تشوي في الفرن، ولا تجيبي الشبكة وتحطي تحتها صاجة، ولا تتبلي قبلها بليلة، ولا الكلام ده. في ثواني كده سريع هنتبل تحت الجلد الفراخ. بس كده سهلة جدا جدا، طعمة قوي يا جماعة. جربوها كده ومش هتندموا. دي عشان بس ايه، لو احنا مستعجلين وعايزين نعمل غدا سريع ومحتارين نعمل الفراخ دي جنبها طبعا حبة مكرونة، جنبها مثلا اي حاجة احنا نحبها، حبة رز كده بشعرية، وخلاص غدانا خلص. ادي شكلها بعد ما اتبلت. بتاخد لها حوالي ساعة ونص في الفرن، طبعا على حسب الفرن. الفرن لو عالي طبعا يستحسن ان هو يكون عالي، فمش هتاخد وقت، هتاخد لها ساعة. وادي الشكل النهائي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. بصوا، طعمها حلو ومستوية جدا جدا. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.